بما ان النهارده الجمعه، وطبعا الجمعه معروف زيارات عائليه، كان نفسنا نقول فسح بس مش دايما. المهم فقررت ان انا البس اي حاجه واروح. انا فرحانه. في فرق بغض النظر ان انا رميت البيجامه ولسه هروق الاوضه يعني، بس في فرق. قمر زي بنتي شي، قمر زي بنتي شاشه. قبل بقى ما اروق الاوضه، ما دام انا بقى خاسه، نلبس الاكسسوارز. السلسله دي سيمبل قوي وكانت عندي من زمان. نلبس الساعه بقى، بس هي غالبا فاصله شحن، فصلت. سوري، مش هنلبسها على الفاضي. هي ليه الام ما بتاخدش اجازه يا جماعه؟ حد يقنعني ليه؟ الله، هو الراجل من حقه ياخد اجازه يوم في الاسبوع يرفه عن نفسه وذاته، واحنا كامهات عادي بننظف ونروق ونعمل ونغير ونعمل كل حاجه للعيال؟ مش معقول. انا عايزه اجازه، انا كأم من حقي اجازه. احنا هنعمل مظاهرات، هنتظاهر في قلب ميدان الصاله ونطالب باجازه. هنكروت بقى، ما دام مفيش اجازه ومطلوب مننا ان احنا نروق ونظبط الدنيا قبل ما ننزل، يبقى نكروت. معروفه، كروته 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 كروته. غسلنا وشنا واسناننا بقى. عايزه حد يرشح لي ماسكارا ما تزيدش تمن عن 200 او 300 جنيه مثلا، عشان انا مش ميك اب ارتست اصلا، وبسيبها لحد ما بتنشف وبرميها في الاخر، فما بحطش كتير يعني. انا لو حلفت لكم على ان كانت نيتي احط ميك اب مش هتصدقوني طبعا، بس انا جيت فكرت، انا من بيتي لبيت مامتي لبيت حماتي، الموضوع مش مستاهل ميك اب، فهنحط تنتي منتجاتي. كتير قوي منتجاتي، فالموضوع مش مستاهل ميك اب. اهو احلى تنت ده ولا ايه؟ يختي 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 يختي. الله 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 الله، خلصنا. والله بس خلاص اهو. انتوا منتظرين ايه؟ لو كان في ماسكارا والله كنت حطيت، بس هي نشفت ورميتها مع اني لسه شارياها. اهو خلاص. اهو خلاص يا جماعه بقى، ما هو مش لازم. وهنلم شعرنا طبعا، لان احنا هنتشد منه لو ما لميناهوش زي الشطار كده، هنتسحل منه وخلاص. وبصراحه مش هروق البيت النهارده، هو على قد الكروته العاديه وخلاص. لكن بقى اقعد اروق، انا مش هضيع اليوم في كده. النهارده اجازتي، من حقي انا كمان ارتاح. نعمل دي وخلاص. مرزق 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 البتاعه دي هتتفك اهو. مرزق 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 خلاص كفايه كده. نفسي البس ايرينجز، بس مش عارفه اجيبها لكم ازاي. بس حلقي الذهب وقع، ومن ساعه ما وقع ماليش عين البس حتى الاكسسوري، يعني حاسه ان انا قلبي مكسور. احب بس اقول حاجه والله العظيم مهمه قوي، ربنا يديم علينا بيت اهالينا. يعني انا كان نفسي اتفسح في كل يوم جمعه، ببقى نفسي اروح فسحه شكل واتبسط والف واعمل وكده، بس راحتي النفسيه لما بنزور بيوت اهالينا، احس ان هم كويسين وبخير ونفسهم في الدنيا كده ومعانا. دي بصراحه احلى من اي فسحه. بس طبعا ده مش معناه مش عايز اتفسح، انا هتفسح، بس يعني ان شاء الله لو خلصنا بدري. انا قفلت معاكم وكنت ناويه انزل، ومحدش فيكم يفكرني بشنطه شموسه. هو انا هنزل من غير شنطه شموسه؟ انا جبت، كانت دي عندي قديمه الشنطه دي يعني، بس جبتها عملتها بقى شنطه شموسه لو انا هروح ايه يعني مشوار قريب، مش هيبقى محتاجه الشنطه الباك باك الكبيره قوي دي. فجبتها حطيت فيها حاجه شموسه، هي كانت عندي وكنت بروح فيها الجيم زمان. بصوا يعني مش عارفه اجيبها لكم ازاي، بس انا لسه بحط نفس الحاجه اللي في الشنطه الكبيره الرمادي اللي على ظهري دي كلها هنا. المفروض اجيب دي عشان اخفف، والله غبيه. هننضف بس الببرونه بتاعت الميه علشان لازم تتغير كل يوم. ليه؟ محدش يسالني، بس هم قالوا لي كده، فانا بسمع الكلام عشان انا انسانه مطيعه بطبعي اصلا، بقولها دايما حاضر ونعم. انا عمري ما والله. اهو عقمتها ومليتها بقى ميه جديده مغليه، ميه فلتر مغليه تمام. قالوا لي ميه معدنيه خطر، حاجه عشان المعادن اللي فيها حاجه كده. وجبه شموسه، هي كده كده بترضع، بس بندخل لها، بترضع طبيعي بس بندخل لها وجبات بقى، لان خلاص كملت 6 شهور. فده كوسه بجزرايه تمام. وجبه اهي بنديها لها في نص اليوم. طبعا احنا اول ما بنقول يا نزول لازم شموسه يعني احنا نازلين على طول. ضفت السكارف دي على الطقم والشنطه اهو. باي باي.